تخيل تصحى كل يوم علشان تروح شغلك عادي، وفجأة حياتك تتحول لفيلم درامي مجنون. مواقف غريبة وناس بتدخل حياتك فجأة، وأحداث مش هتفهم بدأت ازاي ولا هتنتهي على ايه. لو فاكر انك متخيل اللي جاي، صدقني اللي هيحصل أغرب من الخيال. مستعدين؟ اربطوا الأحزمة واستعدوا. القصة فيها دراما، ضحك وتشويق ورومانسية هتخليكم مش قادرين تفوتوا ولا ثانية. فوروني اللايك بتاعكم الحلو وصلوا على النبي، ويلا سوا نشوف الحكاية بتقول ايه. وبيبدأ المسلسل معانا ببطلتنا دانا، واللي بتكون دكتورة في مستشفى كبيرة، وبنلاقي مديرها بيتكلم معاها وبيلومها على تقصيرها في شغلها، بس هي بتعترض على كلامه وبتعرفه انها بتأديه على اكمل وجه، واصلا هي تعبت ومحتاجة تاخد اجازة، لكنه بيرفض وبيأمرها تروح تكمل شغلها. فدانا بتطلع من المكتب وهي شايلة الهم، وكل اللي في دماغها انها لو اشتغلت بياعة فشار قدام السينما كان زمانها مرتاحة دلوقتي. وبنلاقي زميلتها فرحانة فيها وبتلطف الجو مع المدير علشان تكسبه لصفها، بس دانا بتبصلها بنظرة معناها انت بتمثلي ولا بجد. وبنروح لبطلتنا وهي طالعة من المكتب، وبتقابل واحد من المرضى بتوعها، وبيبقى راجل كبير في السن، وبيبان عليه قد ايه هو حبها، ومن اعجابه بشخصيتها بنلاقيه بيعرض عليها تتجوز حفيده، وكمان بيوريها صورته بحماس شديد كأنها فرصة ذهبية مش هتتعوض ابدا. فبتتكسف قوي ولسه بتقوله انها مش بتفكر في الموضوع ده دلوقتي، بتلاقي سوان بتنادي عليها علشان تشوف شغلها، فبتودع الراجل وبتمشي وهي زعلانة. وبالليل بتخلص شغل وبترجع على بيتها، وبتتفاجئ برسالة من عيلتها وبيعرفوها الميعاد اللي هتقابل فيه العريس، وشكلهم كده عاوزين يجوزوها غصب عنها، وكمان بيهددوها بانهم هيأذوا جدتها، وعشان كده هي واخدة بيت مستقل ليها لوحدها. وبتقعد تفكر وبتقول طب ما يروحوا يتجوزوه هما بدل ما هما حاطين هنوم عليا كده. ويا عيني بتبقى حزينة قوي ومش عارفة تخلع منهم ازاي، وما بتقدرش تنام طول الليل. وتاني يوم بتروح المستشفى وبنشوفها بتهتم بالمرضى كالعادة وبتديله الدواء، وبتلاقيه بيعرض عليها الجواز من حفيده تاني، ولسه هترفض بيجي في بالها الجواز اللي أهلها عاوزين يدبسوها فيها، فبتقرر توافق على عرض الجواز ده. وطبعا الراجل ما بيصدق ووشه بينور كأنه كسب 1,000,000 جنيه في البنك الأهلي. وبعدين بنشوفها وهي قدام مكتب الشؤون مستنية العريس علشان يكتبوا الكتاب، وأول ما بيوصل وبتشوفه وبتنبهر بجماله وقد ايه هو وسيم. وفي اللحظة دي دانا حست انها فجأة بقت في اعلان عطور فخم مش في موقف جواز عرفي مستعجل. وبيدخلوا بقى المكان وبيطلعوا بقسيمة جوازهم، وبنلاقي جون اداها مفتاح اوضة في فندق لحد ما يجيب لها بيت تنقل فيه، فبتاخده منه، بس بتبقى مقررة ترجع على بيتها اصلا. المهم بقى انها لما بترجع بتتفاجئ بابوها واقف على باب البيت، وبيبقى متعصب قوي علشان ما راحتش تقابل العريس زي ما قالها، فبتقرر تروح على الفندق بدل ما ابوها يضايقها، وبتروح على هناك فعلا. وفي نفس الوقت ده بنشوف جون وهو طالع من ملهى ليلي، وكان شارب وحالته بالبلا وماشي بالعافية اصلا، وبيركب العربية علشان يرجع على بيته، فبيلاقي جده بيتصل بيه وبيطلب منه يروح على الفندق لمراته، وبيصمم على كلامه وانه ما ينفعش يسيبها لوحدها، فبيوافق وبيروح على هناك. وبنرجع لبطلتنا وهي بتكلم جدتها تطمن عليها، وبعد ما بتقفل معاها بتتفاجئ بصوت غريب جاي من الحمام، فبتروح تشوف ايه اللي بيحصل، وبتلاقي شخص موجود بس عاطيها ظهره، فبتفكره حرامي وبتتسحب علشان تضربه من ظهره، وإذ فجأة بنتفاجئ بيها وقعت في حضنه. ايه ده يا فنانة؟ المهم يعني انه بيطلع جون وبيبصبصوا لبعض كده في لحظات اعجاب وكأنهم في مشهد دراما تركية، فبتتكسف بطلتنا قوي وبتبعد عنه وبتتأسف له عن اللي حصل، وبتعرفه انها كانت بتحسبه حرامي، وبتسيبه وبتدخل تنام. وتاني يوم بنلاقيها صحت وبتودعه علشان تروح شغلها، فبتلاقيه بيقولها انها لو احتاجت حاجة تكلمه وهو هيساعدها، فبتتبسط باهتمامه وبتشكره وبتاخد بعضها وبتمشي وهي في سرها طب والله عسل، بس مش هقولك عشان ما تتغرش. واول ما بتوصل على المستشفى بتلاقي واحد بيناديها بسرعة وبيطلب منها تيجي تلحق مراته لانها مريضة جدا، فبتتأثر وبتروح على اوضة العناية بسرعة، وبنلاقي الراجل ده جه من ظهرها وخدرها. ولما بتفوق بتتفاجئ بمرات ابوها قدامها وبتعرفها انها جايباها هنا علشان توديها لعريسها، والخدم بيحاولوا يغيروا لها هدومها بس هي بتوقفهم، وبتعرف الست انها متجوزة ومش من حقها توديها تقابل عريس، بس هي مش بتصدقها، وبتعرفها ان مفيش مانع اما تخون جوزها، وبتخلي الخدم يكتفوها عافية. ومن الناحية التانية في المستشفى بيبقى جد جون بيدور عليها وبيبقى قلقان قوي عليها،
وبنرجع لها تاني وهما مكتفينها وطالعين بيها من البيت علشان يودوها للسيد وونج. ولسه الست بتفتح الباب بتتفاجئ بالشرطة في وشها. وقتها بقى دانا بتستغل الفرصة وبتطلب منهم يساعدوها، وبتقدر تهرب من الست دي. ولما بتنزل تحت بتشكر الشرطة وبتلاقي جون واقف لها، وبيبقى الجد هو اللي كلمه علشان يدور عليها وقدروا انه يلاقيها. وتاني يوم بنشوفها راحت المستشفى وبتبقى عاملة للجد أكل وبتأكله بنفسها كمان، وطبعا هو بيتبسط قوي. مين قدك يا عم؟ وبنلاقي جون هو كمان جاي يزوره، فبتسيبهم دانا وبتطلع بره. وبنلاقي الجد بيوصيه عليها وانه واثق انه هيوقع في حبها، بس جون بينكر كلامه ده. المهم بقى انه بالليل بيبقى مستنيها علشان يرجعوا سوا على البيت، فبتعرفه دانا انها هتروح تاخد حاجة من بيتها الاول، فبيخليها تركب معاه علشان يوصلها. وبنلاقيها بتديله فيزا فيها كل ما تملك تقريبا، وبتعرفه انها مش هتعيش عالة عليه وهتقسم معاه المصاريف وكده. بس طبعا ابننا بيرفض وبيقولها انه راجل البيت وده واجبه يعني. وطبعا بطلتنا بتتبسط وبتقول في سرها اهو ده الكلام اللي يفتح النفس، وبياخدها بقى على البيت. واول لما بتدخل بتتفاجئ بأوضة نومها مقلوبة ومفيش حاجة فيها في مكانها حتى ملابسها داخلية، وبتقف وسط الأوضة وهي مصدومة وبتتكسف قوي من جون اللي واقف بيتفرج عليها وهو مش فاهم ايه الكارثة اللي حصلت، وبتبقى مفكرة ان في حرامي دخل بيتها وبتجري تطمن على حاجتها. فبتتفاجئ بمجوهرات امها اللي توفت مسروقة، وبتتحول ملامحها لمشهد درامي اوفر وكأنها في مسلسل تركي. فبيطمنها جون انه هيساعدها يلاقيها، وهو بيبصلها بنظرة ايه الفيلم الهندي اللي انت داخلة فيه ده. وفجأة النور بيقطع عليهم، وفي اللحظة دي بتسمع صوت قلبها بيزيد ومعاه صوت نفس جون اللي واضح ان هو كمان مش مرتاح، وبدون قصد بيقربوا من بعض. وفجأة النور بيرجع تاني وبتلاقي نفسها وشها في وشه، فبتجري من كسوفها تلم هدومها بسرعة. وتاني يوم بنشوفها وهي في شغلها ومرات ابوها عندها، وبتعرفها ان عيد ميلاد ابوها بكرة ولازم تيجي، وبتقول لها وطبعا تجيبي جوزك معاكي، وكأنها بتهددها بالسجن مدى الحياة لو ما ظهرش معاها. فبتحاول دانا ترفض بحجة انهم مشغولين، بس تشين بتبصلها بنظرة اهو ده اللي كنت متوقعاه، وبتقول لها اكيد مكسوفة تجيبيه. بس دانا مش بتسكت وبتدخل في وضع المحامية وبتدافع عن جوزها كأنه أهم شخص في الدولة. فبتتعصب عليها وبتقول لها بصي يا دانا، الشغل اللي مقوي قلبك ده أنا ممكن أطيره منك في دقيقة. والجد اللي كان بيسمع الحوار قدام المكتب بيقرر يدخل علشان يوقف المهزلة دي، فبيقول لها تعتذر لدانا فورا، بس تشين بتزقه وبتقوله مش هيحصل. فالجد بيتعصب وبيتصل بجون وبيقوله عاوزك تاخد مراتك وتروح عيد الميلاد وتعرفهم مقامها، وجون بيوافق وهو مش عارف ليه حياته اتحولت لمسلسل عائلي مكسيكي. وتاني يوم بنروح لبيت تشين وبنلاقي بنتها داخلة عليهم هي وجوزها بهدايا كتيرة، ودينا بتيجي وراهم لوحدها وبتبص على الهدايا وهي حاسة انها طالبة في مدرسة راحت الرحلة من غير الفلوس. فتشين بتسألها عن جوزها وليه ما جاش، واختها بتتريق عليها وبتقولها اكيد ما حلتوش حاجة يجي بيها. في اللحظة دي بقى بنلاقي جون داخل عليهم ومعاه هدايا كتيرة وغالية جدا وكأنه بابا نويل بس بستايل رجل الأعمال. وطبعا كل اللي في البيت بيبقوا مبهورين بالهدايا وبالبدلة اللي هو لابسها اللي شكلها أغلى من عفش البيت كله. وبنلاقي دانا بتقوله بصراحة الهدايا حلوة بس أبويا للأسف ما يستاهلهاش. فجون بنظرة جدعة كده بيقولها طب ولا يهمك، وبيشاور لرجالته ياخدوا الهدايا تاني قدام العيلة كلها، وبيمسك مراته وبيمشي وكأنه أنهى صفقة العمر. فعيلتها بيتصدموا وأبوها زعلان مش عشان كرامته، لا عشان الهدايا اللي راحت طبعا. وفي اليوم اللي بعده بنشوف دانا في المستشفى وهي مبسوطة بمساعدة جون ليها ومش قادرة تصدق انه دعمها بالشكل ده. واول ما بتسرح في الموضوع بتلاقي سوان جنبها بتقولها على فكرة الجد المريض هيخرج النهاردة، حفيده جاي ياخده تعرفيه. فدانا بتبص عليها وبتقولها لا ده انا اول مرة اسمع عنه. ولسه هترد عليها بنلاقي جون داخل عليهم وكأنه بيسمعهم من بعيد وبيقولها هتوقعوا الاستمارة ولا ايه. فسوان بتحاول تحكيها فيه وبتقوله انا ممكن اوقعها لك، بس هو مش بيهتم لامرها وبيدي الورق لدانا اللي بتاخده منه بكل فخر. وبعد ما بيخلص بنشوفه وهو طالع من المستشفى وسوان وراه بحجة انه نسى القلم بتاعه، فبيرفض ياخده منها وبيقول لها انا ما بستخدمش حاجات حد لمسها. فبتتكسف قوي وبتمشي وهي متعصبة كأنها خرجت من ماتش خسرت فيه. وفي المستشفى مديرها بيطلب منها تاخد الشفت الليلي، بس لما بتقوله لأ بيهددها بالطرد، فبتضطر انها توافق علشان مش عاوزة تفقد وظيفتها. وبالليل وهي راجعة بتتفاجئ بجوز اختها بيقرب من واحدة في الشارع، ولما بيشوفها
صدرها بيتوتر والبنت بتخلع كأنها متعودة على الجري، فبيحاول يبرر لها وبيقولها ان دي مريضة كنت بعالجها. فدانا بتبصله بنظرة طبعا طبعا، ومين تاني في العيلة عنده مرض. وجون كان مراقب الموقف ومش عاجبه خالص اللي شافه. وما بتوصل البيت بتلاقيه متنضف وكمان الأكل متحضر لها، وبنعرف ان الجد اللي متوصي بيها كده، وبيتصل بيها وبيقولها لازم تاكلي وتأكلي جوزك معاكي. فبتشكره وهي مبسوطة. وشوية وبيرجع جون فبتلاقيه جعان وبتحطله من الأكل، وبصوته العميق ده بيقول لها حصل معاكي حاجة وانت راجعة. فدانا بتتوتر وبتقوله لا مفيش حاجة خالص. فبيقوم من جنبها وهو مش مقتنع. وبالليل بتحس انها مش كويسة، فبتطلع من الأوضة وتلاقي جون في المطبخ بيشرب مية ساقعة كأنه داخل على تحدي أكل شطة. فبتروح تقوله هتجيب بطنك الأرض بالطريقة دي، وبتحط ايديها على وشه وبتلاقيه سخن جدا. وفجأة بيحاول يقرب منها فبتتوتر وبتجري على الأوضة بسرعة. وتاني يوم جون بيعتذر لها عن اللي حصل امبارح. فدانا بتتكسف وبتجري على الأوضة وهي بتقول في نفسها مش قادرة مع وسامتك دي يا جون، كلمة كمان وهنهار منكم. وبتروح بقى على شغلها وبتلاقي المدير داخل عليها وهو متعصب قوي وشكله كأنه طالع من خناقة مع الدنيا كلها. وبيقول لها تروح تشرح للرئيس ان الرسالة اللي كتبتها له مش حقيقية، وبتبقى مقدمة شكوى فيه هو وكل اللي بيأثروا في شغلهم، لكنها بترفض انها تسمع كلامه. وبتقول في سرها ايه كمية القرف اللي في الشغل ده، وبتطلب منه يكون عادل معاها وهي مش هتأذيه. فبيتعصب اكتر وبيقول لها انه هيطردها قريب، لكن هي بترد عليه عادي كنت هقدم استقالتي من قبل ما تعمل فيها زعيم المافيا. وشوية وبنلاقي الرئيس استدعاها على مكتبه وهو قاعد عامل فيها المحقق كونان، وبيسألها عن سبب إخفائها لجوازها. فبتحرجه بالكلام وبتعرفه إن دي حاجة مش لازم يعرفها ومش هتأثر على شغلها. وبتلاقيه بيسألها عن سن جوزها وعن شغله، فبتبصله كأنها بتقوله انت جاي تعمل لي انترفيو ولا عريس جاهز. وبرضه بترفض ترد تجاوب وايه علاقة أسئلته بشغلها. فبيوريها المدير بوست منتشر عنها بأنها متجوزة الراجل العجوز اللي كانت مسؤولة عن حالته. فبتنكر طبعا وبتقول لهم هو انا اي حد اقف جنبه يبقى جوزي. وبتعرفه انه طبيعي اي حد يظهر عليه اشاعات وانها مش مضطره تبررها. ولما بيصمموا انها تثبت براءتها بتتعصب وبتقدم له استقالتها وبتقول له انا اصلا كنت بدور على حاجه اخلع بيها. وبتمشي وهي متعصبه وبتروح تلم حاجتها، وسوان والمدير فرحانين فيها وكأنهم نجحوا في مهمه حياتهم. وبتقول لها ان كده كده الشغل مش مهم بالنسبه لها لانها متجوزه من راجل غني لكنه للاسف عجوز. وبتضحك بطريقه مستفزه. فدخلت جون عليهم وهو واقف وبيقول بصوت تقيل مين قال ان جوزها راجل عجوز. وسوان اول لما بتشوفه بتحس انها خلاص وقعت في الحفرة وبتقف ترحب بيه كأنها مش هي اللي كانت بتتكلم عليه من شوية، وبتسأله عن سبب وجوده. فبيقول لها بكل ثقة انه جاي ياخد مراته. ودينا بتمسك فيه وكأنها بتقول لها ها شوفي مين العجوز بقى، وبتحرجها قوي وبيمسكوا في ايد بعض وبيمشوا. وتاني يوم بنلاقي مكالمة جايلها من المستشفى وبتقول في سرها ايه ده مش خلصت من الفيلم ده. وبيعرفوها ان في مريضة كانت مسؤولة عنها دخلت في انهيار بعد ما عرفت خبر استقالتها. فبتاخد بعضها وبتجري على هناك وبتروح تهدي المريضة. ولما بتيجي تمشي بتوقفها سوان وبتتهمها انها بتحرض المرضى على المستشفى. فدانا بتكسفها بالكلام وبتقول لها ان مش ذنبها ان الناس بتحبها وانها مش قادرة تسيطر على المرضى وان هما اللي بيتصلوا بيها وانها مش مسؤولة عن كمية الغلي اللي في قلبها دي. فالبنت ما بتعرفش ترد وبتمشي وتسيبها وبترجع على البيت وبنلاقيها قاعدة على الموبايل وبتتفاجئ باسم جوزها وانه رئيس تنفيذي وكمان هيحضر مؤتمر مهم لمستشفى حكومي عشان التبرعات. فبتبص للموبايل وبتقول تشابه اسماء اكيد، ده لو كان غني ما كانش زمانه ساكن معايا في بيت ايجار ولا بياكل معايا اندومي. وبتتجاهل الموضوع وبتروح تعمل شوبينج وبتلاقي الدنيا ماشية حلو لحد ما بتتقابل صدفة مع اختها. وطبعا مش هتعدي المقابلة دي كده من غير خناقة بينهم. وبعد ما بتخلص الخناقة بتمشي وهي بتدعي من قلبها ما تشوفهاش تاني. وبتقابل نينج في وشها واللي بيحاول يقرب منها غصب عنها وكأنهم في فيلم اكشن. ولحسن حظها بيجي جون في الوقت المناسب وبيوقفه وبيقوله بصوته التقيل اللي يخوف لو قربت منها تاني هخليك قصة تتحكي للأطفال قبل النوم. فنينج بيحاول يرد عليه بس مش بيلاقي كلام مناسب غير انه مش هينسى اللي حصل ده وبيمشي وهو حارق دمه. فجون بيبصلها وبيقولها لو حصل معاكي اي حاجة تاني زي دي
قوليلي وانا هتصرف. فبتبصله بنظرة كلها تردد وبتقول بصراحة انا خايفة اقع في حبك. فبيرد عليها بنظرة كلها غموض وبيقول لها اوعي انتي بس ملكيش دعوة. وهنا بقى واضح ان في كيمياء سخنة شغالة بينهم، والموقف بقى كله مشاعر وعيون بتبص لبعض بشكل مش مفهوم. وبالليل بنلاقي بطلتنا وهي قاعدة مبتسمة ومبسوطة وشكلها كده بجد وقعت، وبتلاقي مكالمة جات لها من صاحبتها اللي بقالها سنة مش موجودة، وبتعرفها انها رجعت من السفر واخيرا هيتقابلوا، وبتفرح قوي وبيتفقوا على مكان. وتاني يوم بقى بنشوفها وهي معاها وبتسألها عن جوزها، وبتبقى عاوزة تشوف صورته لكنها للأسف ما بيبقاش منزل أي صور ليه، وبتفضل تحاول تلاقي لها صورة لكن مفيش. وفجأة وهي بتلف وشها بتتفاجئ بجون واقف ومعاه بنت شكلها فاخر من الآخر، فبتستغرب من مين دي وبتفكر إنها أكيد الإكس بتاعته، وفعلا بتطلع هي وبتيجي تسلم عليه وبكل ثقة بتسأله انت عامل ايه، فبيرد عليها عادي وبيسألها انت لسه متجوزة. فالبنت بتتنحنح وبتقوله لا اتطلقت، وبتلمح له انها عاوزة ترجع علاقتها معاه. فجون بيبص لها بنظرة كلها برود وبيقول لها معلش متأخر قوي انا خلاص متجوز، وبيمشي ويسيبها. والبنت وشها بيحمر من القهرة وبتبقى عاوزة تعرف مين مراته بالظبط. وبنلاقيه رجع البيت ودانا متضايقة منه ومش بتتكلم معاه وسايباه وداخلة تنام كأنها مش شايفاه أصلا. وتاني يوم بتكون رايحة مستشفى جديدة وقلقانة انها ما تتقبلش فيها، واثناء ما هي ماشية فجأة بتلاقي ست عجوزة مغمى عليها في الشارع والناس ملمومة حواليها، فبتجري تنقذها وبتستخدم مهاراتها في الطب الصيني اللي الناس اصلا مش مصدقة انها موجودة، والكل مبهور بمهاراتها لانها حاجة نادرة جدا. وبعد ما بتخلص بتجري بسرعة علشان ما تتأخرش اكتر من كده. ولما بتوصل بتلاقي ريان واقف مع واحدة وبيتكلموا عن جون بس مش بتسمع كويس ايه اللي بيقولوه، فبتحاول تركز وبعدين بتروح تزور جدتها تطمن عليها. وبعد الزيارة بيجي جون ياخدها وبتبقى متغيرة من ناحيته، ولما بيرجعوا على البيت بيسألها عن السبب لكنها مش بتجاوبه، فبيتضايق قوي وبيستغرب وبيقوم سايبها وداخل الأوضة وهو مش فاهم ايه اللي بيحصل. وتاني يوم بنلاقيه قاعد في مكتبه متضايق قوي وبيطلع عصبيته دي على مساعده اللي شكله بقى بيكتب وصيته من الرعب. وتعالوا نروح للجدة اللي هي أنقذتها، وبنلاقيها في المستشفى وقاعدة مع حفيدها وبتطلب منه يلاقي لها البنت اللي أنقذتها بأي طريقة كانت، وهو ما بيبقاش عارف هي مين أصلا بس بيوعدها إنه هيدور لها عليها. وفي نفس الوقت بنلاقي دينا جت تطمن عليها وبتتقابل مع سونج وبيعرف بقى ان هي اللي انقذتها وبتطمن عليها منه وبتروح تشوفها. ولما الجدة بتشوفها بتتبسط قوي وبنلاقيها بتعرض عليها تيجي تشتغل في المستشفى بتاعتهم، فبتشكرها دانا وبتعرفها انها واخدة اجازة من الشغل لفترة كده، فبتفضل تسألها لو هي مرتبطة وعن المكان اللي هي عايشة فيه، فبيسكتها حفيدها وبيقولها بالراحة على البنت شوية. وبتبقى دانا عاوزة تسيبها تروح ترتاح شوية، لكن قبل ما تمشي بتخليها تدي حفيدها الويتشات بتاعها عشان تقدر تتواصل معاها، فبتوافق وبتديهوله وبياخدها بقى سونج علشان يوصلها. وبالصدفة بيشوفهم جون وطبعا بيغير عليها، ولما بتوصل البيت بتلاقيه قاعد مستنيها وبيقول لها تحترم علاقتهم وما تمشيش مع اي رجالة كده، فبتتعصب وبتقوله انه هو اللي بيمشي مع بنات مش العكس، فبيتضايق من كلامها وبيدخل على اوضته. وتاني يوم بنشوفها راحت تزور الجدة تاني، وهي راجعة بيجي واحد من وراها وبيخدرها وبيخطفها، وبنلاقي جون قاعد مستنيها في البيت لفترة طويلة، وبنرجع لها احنا وهي في أوضة وواحد بيحاول يعتدي عليها، ولحسن الحظ بيجي جون في الوقت المناسب وبينقذها منه وبيعمل معاه الصح وبياخد رجالته وبياخدوه يكملوا عليه كمان. اما دانا فما بتبقاش في حالتها الطبيعية وبتبدأ تقرب من جون وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم بنلاقيه قاعد معاها وهي بتصحى مخضوضة من اللي حصل بينهم، وبتلاقيه بيسألها عن علاقتها بسونج بكل صراحة، فبتستغرب انه مراقبها وبتعرفه انها انقذت جدته وبتروح تطمن عليها كل شوية وان مفيش بينهم اي علاقة شخصية، فبيسألها عن سبب تغيرها معاه. وقتها بتلاقي نفس البنت بترن عليه فبتتعصب وبتاخد هدومها وبتمشي، وهي في طريقها للبيت بتتقابل مع اختها اللي تبقى متعصبة منها قوي وبتعرفها ان جوزها انفصل عنها بسببها وبتتهمها انها حاولت تغريه. وطبعا بطلتنا بتنكر وبتبعدها عن سكتها وبتخلع، وبيجيلها مكالمة من المستشفى فبتروح على هناك بسرعة وبيبقوا عايزينها تهدي نفس المريضة لانها رافضة تاخد علاجها، المهم انها بتساعدهم. وبعد ما بتخلص بتسمع زميلتها بتتكلم عليها بالوحش فبتتعصب قوي طبعا وبتتخانق معاها. وبعد ما بتخلص الخناقة بنلاقي الاتنين في مكتب المدير وبنلاقيه بيدي دانا رسالة اعتذار وبيطلب منها ترجع شغلها تاني، وصاحبتها ما بيعجبهاش اللي بيحصل وبتعترض طبعا، فبيتعصب عليها المدير وبيعرفها انها ملهاش تتدخل وبيطردها بره المكان.
وبطلتنا بترفض انها ترجع الشغل برغم من الترقية الكبيرة اللي كانت هتاخدها، وبتعرف المدير انها هتروح تشتغل في مستشفى تانية، وبتشكره على دعمه ليها، فبيزعل على خسارتها بس هو اللي غلطان بقى. وبالليل بنشوفها بتشرب مع صاحبتها كاحتفال يعني برد اعتبارها، ولما بتقوم علشان تدخل الحمام بتتفاجئ بجون موجود، وريان بتلمحها من بعيد وبتبقى عرفت انها مراته، فبتقرب منه قدامها علشان تضايقها، وفعلا دانا بتزعل وبتمشي، وبنلاقي جون اصلا بعدها عنه وقال لها ان الحركات دي هو مش بيحبها، وبيفكرها انه متجوز وانه مش حابب يعمل حاجة تضايق مراته. وبنروح نلاقي دانا عرفت صاحبتها اللي حصل، فبتتعصب قوي وبتبقى عاوزة تروح تجيبها من شعرها، فبتهديها دانا وبيقعدوا يشربوا لحد ما بيبقوا مش في وعيهم. وبعد ما بيخلصوا بتمشي كل واحدة في طريقها، وبنلاقي دانا ماشية بترقص ومبسوطة على الآخر، وبيشوفها جون وبياخدها يرجعها على البيت. وتاني يوم بتصحى بتلاقيه في وشها، وبيصمم بقى يعرف فيه ايه معاها، فبتسأله وهي متعصبة عن ريان، وقبل ما يجاوبها بنلاقي جده داخل عليهم، فبتسلم عليه وبتقوم تحضرله الأكل اللي هو بيحبها. وبعد ما بتخلص بيقعدوا كلهم سوا، وبعد ما بيمشي بنلاقي صاحبتها بتتصل بيها، فبتطلع تكلمها في البلكونة وبتعرفها انها قررت تطلق من جون، وجون اصلا بيبقى مفكرها بتكلم راجل غيره، فبيتضايق وبيسيب البيت وبيمشي، فبتستغربه وبتحضر اتفاقية الطلاق علشان لما يجي تواجهه بالحقيقة. وبتروح تسهر مع صاحبتها كالعادة وبيتصوروا وبينزلوا الصور دي، واما جون بيشوفها بيفهم بقى انها كانت بتكلم صاحبتها وانه كان ظالمها يعني، وبيقرر يروح ياخدها. وهناك بنلاقيها طلعت من المكان وبالصدفة بتقابل سونج، واللي بيعرض عليها يوصلها على البيت. وقتها بيوصل جون وبيشوفهم سوا وبيفهمهم غلط، ولما بتوصل على البيت بتلاقيه قاعد متعصب وبيقول لها ان ممنوع تتأخر كده مرة تانية، وبيسيبها وبينام. وطريقته دي مش بتبقى عاجباها طبعا. وتاني يوم بقى بتروح تشوف جدتها وبتلاقي مرات ابوها عندها، وبتسمعها وهي بتعرفها انها السبب في موت امها، وطبعا بتتفاجئ ومرات ابوها بتخاف لا تفضحها، وبنلاقيها رمتها في الشارع وهي مغمى عليها، وجون هو اللي لقاها وفوقها، وهي اول لما بتشوفه بتحضنه وبتنهار. وبنلاقي سونج جه فبيشيلها جون وبيروحوا بيها على المستشفى، ولما بتتحسن بنلاقيها بتسأله عن ريان، فبيعرفها انها الاكس بتاعته ومفيش بينه وبينها اي حاجة دلوقتي، فبتتبسط وبتبدأ علاقتهم ترجع تتحسن من الاول. وبنلاقي بقى جدتها داخلة عليهم وبتعرفها انها ما قدرتش تقول لها الحقيقة خوفا عليها منهم، فبتسامحها دانا وبتقول لها انها مش بتلومها وقريب هتقدر ترجع حق امها. وتاني يوم بنشوفها وهي بتطمن على جدة سونج، وبيكلمها جون وبيعرفها انه مستنيها بره، وهي طالعاله وبتقابل سونج واللي بيعرض عليها انه يوصلها، لكنها بترفض وبتعرفه ان جوزها مستنيها بره، وهو بياخد الصدمة بقى، والظاهر كده انه كان معجب بيها. وبعدين بنشوفها بعد ما رجعت البيت وجون بيحضر لها العشاء في لحظات سعيدة بينهم هما الاتنين، والظاهر كده ان هما الاتنين وقعوا. وتاني يوم بنلاقيها راحت المستشفى اللي فيها شغلها الجديد، وهناك بتتقابل مع جون وبيبقى هو صاحب المستشفى، وبتتفاجئ لما بتعرف وبتلاقيه بيطلب منها تيجي معاه المؤتمر اللي هيتعمل للمستشفى. وبنلاقي صورتهم وهما بيتكلموا وصلت لجون، واللي بيتعصب قوي لما بيشوفها وبيبعت مساعده لاختها بفستان، وبيعرفها انها هتكون شريكة السيد جون في احتفال مهم. وطبعا البنت بتفرح وبتوافق فورا. وفي نفس الوقت بنلاقي دانا راحت تقابل صاحبتها وبتحكي لها عن موضوع الحفلة وانها رافضة تروح، بس بتفكر وبيتكلموا عن جوزها. ولما رونا بتعرف اسمه منها بتتفاجئ انه ابن اخوها، بس ما بترضاش تعرفها. ولما بترجع على بيت جدها بتلاقيه جه وبيبان انها مش طايقاه، وبعد ما بيسلم عليها وبيسيبها وبيروح على الشركة، وهناك بيجيله اتصال من المستشفى بان ريان تعبانة، فبيروح لها غصب عنه يطمن عليها. وبعد ما بيخلص الزيارة وبيطلع من المستشفى بيشوف دانا بتركب العربية مع سونج، وقتها بتزيد شكوكه من ناحيتها وبيبقى متضايق قوي. وبنلاقيهم راحوا ياكلوا وكمان معاهم صاحبتها، فبيجيلهم جون وبيفضل يتخانق مع سونج وبيزعقله، وبعد ما بيخلص الخناقة بياخد دانا علشان يرجعوا على البيت. وتاني يوم بيتقابل سونج وصاحبتها معاها وبيبقوا عايزينها تيجي تاكل معاهم برضو، ولسه هترفض بتلاقي جون جاي من وراها وبيوافق، وبيروحوا كلهم ياكلوا سوا، وجون بياكل بطلتنا في بقها بكل حب. وطبعا سونج بيبقى متضايق جدا وبيسيبهم وبيروح الحمام، وجون بيروح وراه. وقتها بقى صاحبتها بتكلمها وبتعرفها ان شكل كده سونج بيحبها وباين قوي غيرته عليها، بس دانا ما بتبقاش مقتنعة بكلامها. وفي الحمام بقى بنلاقيهم واقفين بيتكلموا وماسكين في خناق بعض، وجون بيحذره بانه يحاول بس يقرب لمراته وهو هيندمه، وبيبقى سونج مفكر ان دانا متجوزة غصب عنها وانها مش بتحبه
بتحبه، وعشان كده بيحاول انه يسعى وراها طول الوقت. وبيخلص جون تحذيره ليه وبيخلع. وتاني يوم بنشوف دانا وهي في المستشفى، وسونج بيحاول يتكلم معاها بس هي بتصده وبتعرفه انه لازم يكون في مسافة بينهم احتراما لجوزها، لانها مش عاوزة تزعله منها. فبيتضايق قوي من كلامها، وبتبقى ريان موجودة وسامعاهم، وطبعا مش هتعدي الحوار ده من تحت ايديها. وبنيجي بقى اليوم الحفلة اللي هم رايحينها، ودانا بتشتري فستان يجنن. وبالليل بنلاقي اهلها وصلوا، والحارس ما بيبقاش راضي يدخلهم. واما نشوف ايه السبب ورا دعوة جون للحفلة دي، وبنلاقي مساعده جه ودخلهم. وجوه بقى بتحصل خناقة بين العقربة دي وبين البنات اللي هناك، وبتبقى سمعتهم وهم بيتنمروا عليها، وبتمسك في خناقهم بقى وبتقول لهم انهم ما يعرفوش هي مين. وبتحكي لهم ان السيد جون بنفسه اللي عزمها ومش بعيد يكون معجب بيها. فبيتريقوا عليها وبيعرفوها انه مستحيل يبصلها اصلا. ووراه بيدخل جون، وبيبقى اهلها عارفين انه جوز بنتهم، لكن ما يعرفوش انه رجل الاعمال الغني اللي عازمهم. المهم بقى انه بيعرفهم هويته الحقيقية، وطبعا بياخدوا الصدمة. ودانا بتبقى واقفة بعيد بسمعهم، وبيجبر بقى هو اختها انها تتأسف للبنت. ولما بترفض بيضربها ابوها وبيهينها، وبيخليها تركع غصب عنها وتعتذر. وبعد ما بيخلصوا اهانة فيها، وبيروح جون لدانا يتأسف لها علشان خبى عليها حقيقة انه غني، وبيعرفها انه كان قاصد يعزم اهلها علشان يهينهم قدام الناس ويرجع لها حقها. فساعتها بقى بتسامحه، وبنلاقيه بقى اخدها الحفلة وبيعلن للناس كلها جوازه بيها، وبيعترف لها بحبه كمان قدامهم. فبتتأثر قوي وبتفرح. وبتقرر بقى دانا انها تقطع علاقتها باهلها تماما، وبتعرفهم انها عرفت ان هما اللي سرقوا مجوهرات امها وهتاخدها منهم، وكمان كل ممتلكات جدتها وكل الفلوس بتاعتها هي هتكون الوريثة الوحيدة ليها. وبتفضح حقيقة موت امها قدام الكل، وان ابوها ومراته هما اللي كانوا سبب فيها. وبيجي مساعد جون وبيخلي ابوها يوقع على الاوراق، وبكده تكون رجعت حق امها. وتاني يوم بنشوف دانا راجعة على بيتها، واول لما بتدخل بتحس انها دايخة وبيغمى عليها فجأة. وشوية وبنلاقيها موجودة في اوضة في فندق، وسونج داخل عليها وبيبقى قلقان قوي عليها وبيحاول انه يفوقها. وفي نفس الوقت ده بيوصل جون على البيت هو وبنت عمه عشان يعرفوا دانا انهم ولاد عم، لكنهم مش بيلاقوها. ولان الوقت بيكون متأخر جدا بيقلق جون قوي وبيجري يدور عليها في كل مكان. وبنرجع تاني لسونج، وشوية وبيلاقي جون داخل عليه وبيفهم غلط طبعا، وساعتها بينزل فيه ضرب. واول ما بيخلص معاه بيحاول انه يفوق دانا، وبتبقى هي مش في وعيها، فبتقرب منه وبيقضوا الليلة سوا. وتاني يوم بيحكي لها على اللي حصل، فبتعرفوا انها اصلا ما تعرفش ايه اللي جابها هنا. ولما بيطلعوا من الأوضة بنلاقي راجل داخلها، وبيتفاجئ بجون وراه وبيسأله مين اللي مسلطه، وبيعرف منه انها ريان. فبيخلي رجالته يكتفوه وبيسلموه للشرطة هو وريان. وبيرجع على البيت بيلاقي دانا محضره له العشاء. فبيحكي لها بقى ان صاحبتها بتكون بنت عمه، وكانت خايفة تقول لها علشان ما تفكرش انها كانت مخبية عليها بالقصد. فبتقوله انها ما كانتش هتفكر كده اصلا، وبيقعدوا يضحكوا وبيطفحوا فراشات سوا. وتاني يوم بتبقى بطلتنا مبسوطة قوي، وبنلاقيها بتقول لجون انها محضره له مفاجأة، وبتفاجئه بقى بانها حامل. فبيفرح قوي وبيشيلها من كتر فرحته بيها. وبعد 9 شهور بنلاقي الجد والجدة بيزوروهم ومحضرين حفلة مميزة وكبيرة علشان يحتفلوا بالطفل الجديد، وبيبقوا فرحانين جدا وبيباركوا لدانا وجون. وبيكملوا بقى حياتهم في سعادة بعد كل اللي مرت بيه. دانا قدرت تنتصر على الكل، تسترجع حقها وتلاقي الحب الحقيقي اللي كانت فاكرة انه مستحيل. والنهاردة وهي في حضن جون ووسط فرحة عمرها أدركت أخيرا انه أقوى انتقام هو انها تعيش سعيدة ومع الشخص اللي اختارها مهما حصل. ولحد هنا بتكون خلصت أحداث مسلسلنا، ويا رب يكون عجبكم. بس ما تنسوش اللايك بتاعكم الحلو، وتصلوا على النبي، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كمان تشتركوا في قنواتنا التانية، هتلاقوا الروابط بتاعتها موجودة في صندوق الوصف.